اللي جتنا انه حسن الراهب خلص مع النصر، انتهت العلاقة، واللاعب الآن طرح أو فتح خط تواصل مع نادي الهلال للانتقال لنادي الهلال. سعد، بالنسبة لي مستحيل الشيء ده. مستحيل، مع احترامي طبعا اللاعب حسن الراهب لاعب كبير، ولكن الآن مستحيل من أهل ايش؟ مستحيل. أول شيء العمر، مستحيل الهلال يوافق يعني. إيه إذا وافق هذه. لا أشوف المعلومة مش مستحيل، صح؟ المعلومة صحيحة. أنا ما أتكلم عن المعلومة، أتكلم إذا وافقت إدارة الهلال. أنت وجهة نظرك تتكلم. وجهة نظري أكيد أتكلم كجانب فني. كجانب فني. حسن الراهب مقبولة. مرة يمكن أكثر من نادي أول شيء، ولاعب كان احنا عارفينه في وقت سابق كان دائما البديل الناجح، ولكن الآن في مقتبل العمر هذا خلاص يعني لاعب ممكن تعدى 34 سنة، وغير كذا أنت تحتاج لاعبين الآن خصوصا. فما أعتقد يعني حتى لو كان يسوق نفسه سواء هو أو اللي هو مسيرة من هذا، بالنسبة لي مستحيل. طيب إذا كان الخبر بس ما تعتبر يا سعد مثل ما تقول بين التنافس بين النصر والهلال، إذا أخذ لاعب يعتبر انتصار للنادي لرئيس النادي. النصر أصلا صرح اللاعب، وبالتالي هو الآن عاطل عن العمل، فإذا كان يقصد هذا فترى هذا ليس انتصار. إن كانت فعلا إدارة الهلال تنظر لهذا اللاعب أنه انتصار فليس انتصار. موضوع حسن الراهب. حسن الراهب أنا ما استغرب أبو فهد، أعتقد أن الخبر صحيح، وأعتقد أنه يتم. أول شيء أنه سامي، أعتقد الجابر أبو عبد الله اللي يتمنى له كل التوفيق في نادي الهلال، بدأ فنيا أكثر منه إداريا، لأن أول يوم استلم رئاسة الهلال صرح أنه سيتم إبعاد 5 أو إلغاء عقود 5 محترفين، وهو حديث فني بحت ولم يستطع سامي أن يفصل بين سامي الرئيس وسامي المدرب. تراجع بعد ذلك وذكر في اجتماع مع الجمهور أنه قال أنه الحبسي ابننا ما هو أجنبي، وبعدين في الأخير قال إيش؟ ننتظر المدرب يقرر. أنا من وجهة نظري الآن أي نادي المفروض أنه يكون مخلص مع المدرب، أتكلم عن سامي الجابر ولا بالذات الأندية اللي تحس أنها بتنافس الموسم القادم، مخلص مع المدرب، ولا بد أنها ما تفتح خط مع حسن راهب ولا أي لاعب ثاني إلا بالرجوع للمدرب. النقطة الثانية، ليش أقول لك صحيح؟ سامي كمدرب للشباب، هذه عينات سامي اللي اختارها، اللي هي العينات سعود كريري، محمد سالم، ناصر الشمراني، مع كامل احترامي للجميع. يعني هو ممكن يراهم خبرة بالنسبة له، احنا نراهم انه خلاص انهم وصلوا الى أسوأ مراحل اللاعب العمرية. اتحدث انا اتمنى انه يتعامل مع الموضوع بشكل اداري بحت. اذا كان يريد مصلحة للهلال يتحدث بشكل او يبحث في الموضوع بشكل اداري بحت، يبتعد عن ستايل اللعيبة اللي فوق 30 سنة 32 33 سنة. بكل امانة مختار فلات اول ما تعاقد مع الهلال قلت انا الخيار لا يحتاج الهلال ابدا، واعتقد حتى الان لو سوينا تصويت من كل 1000 ما يجي يمكن واحد يقول مختار فلات انه فاد الهلال. الخيار اللي هو حسن راهب لا ينفع الهلال، ينفع لأندية تلعب بشكل دفاعي يعني متكتله ويلعب على المرتدات. حسن الراهب من يوم عرفته يلعب على المرتد، يلعب في كبدي. طيب. الهلال مشكلته الان كل مهاجمين بدلاء. كل مهاجمين بدلاء. انت تبغى راس حربة حقيقي مع كامل. انا اقول لك اياه في المرحله الحاليه ممكن لو راح للشباب حسن راهب ممكن يبدع في الشباب في الوقت الحالي، في الوضع اللي يعيش الان في مستوى فني سيء، ممكن ينفع للشباب الان. لكن الهلال حسن راهب انا اقف معك في شيء واحد، استحاله انه تشوفه لابس الهلال، لابس فينة الهلال. نوعيه اللاعبين العام الماضي وقع مع مختار فلاته وهو لا يتناسب مع الهلال، نفس الكلام الآن حسن راهب لا ينفع مع الهلال. واعتقد انه كل الأندية ال5 الكبار يعني ما اعتقد بوقع معه. وليه ما يكون شغل خلينا اسمع بعد المجيد. ليه ما يكون شغل مدراء لاعبين؟ لما نقول اسم الهلال اجيب اتفاق، اجيب اي بس اذا شيك على الحساب وناظر الديون قال خليه بلا شغل. ابو عبد المجيد، طبعا خبر حسن راهب أنا أهنيكم بالفعل، يعني هو خبر صحيح، وأنه اللاعب أصبح خارج تفكير المدرب وحسابات النصر.